الحاجة اللي الإنسان قوي الثقة بالله فيها أن الجمهوريين ما يلقوا إلا ما يقويهم ويزيدوا ويجهزوا لأمرهم بالمرة، زي ما حصل الاعتقال. الناس مشوا له مسرورين وفرحانين وعاشوه مسرورين وفرحانين وخرجوا منه مسرورين وفرحانين. لكن من المؤكد أنه نحن مقبلين على حركة عايزة تشمير أكثر، بنقصرها بقدر ما نشمر. نحن خرجنا في وقت برضو الشعب وقع عليه شيء كثير جدا من الاضطهاد ومن الظلم ومن الجوع، بصورة محزنة. بعدين السلطة في أضعف أوقاتها حاجة مربوكة، السلطة مربوكة ما عارفة تعمل شنو. الهوس الديني لضعف السلطة افتكر أنه قريب من السلطة، والهوس الديني من المؤكد أنه بيستهدف الجمهورية، ما عنده أعداء غير الجمهورية حتى ولا السلطة. ولذلك أنا أفتكر أنه الأيام المقبلة راح تكون أيام عراق، لكن العراق ما تضركم بأي حاجة، راح يقويكم ويزيد قاماتكم، بس لأنه المشوار طويل، المشوار مش بحساب الزمن، بحساب القامة الروحية. القامة الروحية المطلوبة كبيرة جدا. إذا كان نحن أيقنا بأنه الفكرة الجمهورية هي الدين، وأنه الدين عايد بغرابة وغرابة شديدة، وأنه عايد ليكون في قامة هي قامة كوكبية زي ما المجتمع البشري مجتمع كوكبي وكله محتاج للدين، لابد أنه الناس ترفعوا المشاعر دي يكونوا قامات عالية جدا. كل العوامل بتتضافر لترفع القامات دي، لكن بقدر ما نجود، بقدر ما نغير أنفسنا، نحن بنقصر المشوار ده. واحد من مشايخة الأحمدية الشيخ البشير في الحقنة أدى واحد من تلاميذه اسم عشان يكرروا في سبحته. قال له أعملوا كم يا مولانا؟ قال لي إن كنت من أهل التوحيد أعملوا مرة واحدة. الناس بيعملوا عدد 70 عشان يكون في واحد صح. حتى الجمهوريين أمام المشوار ده إما الحكاية تبقى 70,000 أو بتبقى واحد حسب التجويد. وإذا كان كل واحد عرف مسؤوليته وعرف خطورة القامة المطلوبة منه والمقام المطلوب أن يملاه وعكف على نفسه، أفتكر المشوار بخير. لكن لابد من أن يكون في تغيير جوا. المعركة الجمهورية هي كلها معركة روحية، انتوا بتنتصروا انتصار روحي، زي ما بنقول انه معركة الجمهوريين في سجادة الكلب دي تقال دائما. بطبيعة الحال الناس كل ما يمشوا لقدام زي بيجمعوا قوة وسرعتهم بتبقى أكثر، لأنه في أنوار استجمعت. بيجيكم وقت أنه الأنوار اللي استجمعت دي فجأة تشتعل،